السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة وصفة وتريك. إن شاء الله النهاردة هننضف مع بعض ذكر البط بطريقة سهلة وبسيطة، وهقولك على 4 خطوات لو عملتيهم معايا بالترتيب عمره ما هيكون فيه أي نوع من الزفارة. والطريقة دي تقدري تنفذيها على البط أو أي نوع من أنواع الطيور وكمان الأرانب. يلا بينا نسمي الله ونبتدي على طول. بسم الله توكلنا على الله. ذكر البط كده زي ما جاي من عند الراجل. هو أول حاجة عملتها إن أنا حطيته في الحوض تحت المية، وبدأت أشيل منه أي ريش زايد، ونضفته كويس جوه من جوه البطاية نفسها، أي زوايد من جوه شلتها. بالنسبة بقى مكان الريش، عشان هي كان الريش بتاعها كله أسمر، فمكان البصيلات بتاعة الريش نفسها بيبقى لونها مسبوغ. هنبدأ بقى نشوف ازاي ننضف الأماكن دي كويس. أول خطوة معانا هنبدأ نستخدم مع بعض الملح، ويفضل ان هو يكون خشن شوية، ما يكونش ملح ناعم. وتبدأي تدعكي الملح في عكس اتجاه نمو الريش. زي ما انت شايفة كده، ابدأي رشي الملح على وش البطة، وبعد كده ابدأي بإيدك تتحركي في عكس اتجاه نمو الريش. الخطوة دي بتخلي أي ريش رفيع يطلع معاكي، وكمان المكان البصيلات كده مطرح ما بتبقى مسبوغة بتبدأ تنضف معاكي، ولو فيها أي ريش صغير يبدأ يظهر معاكي ويطلع. وطول ما انتي بتدعكي لو لقيتي أي ريش صغير بدأ يطلع مطرح الدعك، وابدأي بقى بإيديكي كده بالراحة شديه. خلي بالك الخطوة دي بتبقى مفيدة قوي كمان لو انتي مصفية المية من البط، لأن لو البطة مليانة مية وانتي عملتي عليها الملح هتلاقي الملح معاكي بدأ يدوب. فانتي يفضل ان انتي تكوني مصفية البطة كويس، عشان لما تحطي عليها الملح ما يدوبش معاكي، ويفضل محافظ على نفسه وخشن، وتقدري ان انتي تدعكي بيه الجسم بتاع البطة كويس. هتبدأي بقى تدعكي منطقة الصدر كويس، وبعد كده تقلبيها على منطقة الظهر، وتركزي كويس قوي على الأماكن اللي هي بيبقى فيها الصبغة بتاعة لون الريش مسمرة شوية. وطبعا منطقة المؤخرة بتاعة البطة دي لازم تندعك كويس جدا، لأن بتبقى الزفارة فيها عالية قوي. كمان الأماكن اللي بيبقى فيها الصبغة بتاعة الريش عالية هي مناطق الأجنحة، فلازم برضو تدعكيها كويس جدا، وتدعكي الجناح من بره ومن جوه ومن تحت الجناح كويس قوي كده. ما شاء الله، لو انتي عملتي الخطوة الأولانية ديت انتي كده بدأتي تطلعي كل بواقي الريش اللي باقية معاكي. وكمان انتي أول ما بتمسكي البطة بتحسي انها بتبقى مدهننة شوية، لأن طبعا بتبقى دهونها عالية. فالخطوة دي كمان بتشيل أي دهنة ماسكة في الجلد بتاع البطة من بره. وطبعا ما تنسيش ان انتي بعد ما تخلصي دعك البطة من بره كويس قوي، ان انتي كمان بإيديكي لازم تدخلي ملح جوه البطة، وتدعكي البطة من جوه كويس جدا. تدعكيها من مطرح العظم من جوه، بحيث ان ميبقاش فيها اي بواقي من الدم كمان من جوه، تكوني طهرتي بالملح البطة كمان من جوه. كده بقى تمام، هنخلص دعكها كويس وهنشطفها، ونرجع مع بعض ونشوف الخطوة التانية هنضيف فيها ايه. كده تمام، بعد ما شطفناها من الملح الخطوة معانا التانية هي هنحط دقيق. معايا 3 معالق كبار من الدقيق، وهحط عليهم معلقتين صغيرين من الملح. وتبدأي بالظبط زي ما دعكتي البطة بالملح كويس كل الأجزاء، وما سبتيش حاجة ما دعكتيهاش، تمشي نفس الخطوات تاني بالدقيق. تدعكي صدر البطة كويس، وتدعكي ظهرها كويس، وطبعا أماكن الأجنحة والمؤخرة بتاعة البطة. وبرده ما تنسيش برضو انك تحطي الدقيق وتدخليه جوه البطة، وتدعكي البطة من جوه كويس جدا بالدقيق. دلوقتي بقى هتجيبي ليمونة تكون كبيرة وتكون مليانة مية، والبطة زي ما هي كده مدعوكة بالدقيق والملح. تبدأي بقى بالليمونة تمشي على البطة كلها من بره ومن جوه، وانتي بتدعكي بالليمون تعصري الليمونة حبة بحبة، بحيث انك تنزلي من العصارة وفي نفس الوقت تكوني بتدعكي بيها. هنخلصها بقى كلها ونشطفها، وبعد كده بقى نبدأ نحضر محلول النقع. محلول النقع بتجيبي طبق وتضيفي فيه مية عادية من الحنفية خالص، وتحطي فيها مثلا معلقتين كبار من الملح، معلقة من السكر، وتجيبي معاكي ليمونتين كبار وتعصري الليمون. نفس الوقت كمان تسيبي القشر بتاع الليمون في الطبق. هنبدأ بقى نحط المواد العطرية اللي هتعطر ريحة البطة وما تخليش فيها أي ريحة زفارة. بجيب معايا عود كبير من القرنفل، وبكسره، مش بحطه كامل زي ما هو، بكسره حتت بس صغيرة كده عشان يديني ريحة أقوى. هنحط كمان قرنفل
طبعا مقولكيش بقى ريحة القرنفل مع ريحة القرفة بتبقى ريحة المية حلوة جدا. هنحط كمان فلفل أسمر، وبحط كمان بواقي ورق اللورا اللي بيكون متكسر عندي ومش بعرف أحطه في الأكل، بسيبه دايما أحطه في محلول النقع، لأن طلوعه من محلول النقع بيبقى أسهل من طلوعه من الأكل نفسه، فبستخدمه دايما في محلول النقع. نبدأ بقى ندوب كل المكونات دي مع بعضها ونحط البطاية. أنا بسيبها قد إيه؟ بسيبها تقريبا ساعة على الظهر وساعة على الصدر. نبدأ بقى كمان نحط معاها الحوايج بتاعتها، تحطي الرقبة والكبد والقوانص والقلب والدهون اللي بتبقى جوه البطة اللي احنا بنبقى منضفينها، كمان بنسقطها جوه محلول النقع ونتأكد ان المحلول دخل جوه البطة كويس قوي، ونسيبها بقى كده منقوعة ساعة على ظهرها، وساعة بعد كده بنقلبها على صدر البطة نفسه. المحلول دوت بس مش بيخلصك من أي ريحة زفارة، لا ده ما شاء الله بيبدأ يدخل الأنسجة كمان في بداية التسوية، بيبدأ يحلل الأنسجة ويخلي تسويتها معاكي أسهل بكتير. كده ما شاء الله بعد ما عدى معاها ساعتين بتبدأي بقى أطلع الحوايج لو فيها أي حاجة بقى ماسكة فيها فلفل قرفة قرنفل، أبدأ أنضفها منها. والبطة بقى من جوه أحط إيدي فيها كويس بقى وأشوف لو فيها أي حاجة برضو من التوابل اللي احنا حطيناها دي ماسكة فيها أنزلها، وبعد كده بقى اخدها واشطفها شطفة تحت الحنفية. وكده خلاص مستحيل بقى انك تلاقي فيها ريحة زفارة او تلاقي فيها ريش او تلاقي فيها حاجة مش كويسة، لا هي كده ما شاء الله معاكي نطفت كويس قوي. تبدأي بقى تاخديها وتحطيها في مصفى وتصفيها كويس، ويا اما هتفرزيها تاخديها كده وتحطيها في الفريزر، او على طول لو انتي هتتبليها تبدأي بقى تتبليها وتعينيها من قبليها بيوم في التلاجة. وكده ما شاء الله تبقى جاهزة معاكي. ان شاء الله الطريقة تكون عجبتكم واكون افدتكم فيها ولو بشيء بسيط. كنت كمان عايزة أقولكوا على حاجة مهمة جدا، اوعي تدعكي البطة بالردة، لأن للأسف الموضوع ده منتشر جدا وبيبقى متعب جدا جدا في تنظيفه، لأن الردة بتمسك في الأنسجة وفي الدهون وفي اللحم بتاع البطة من جوه، وبيبقى تنظيفها صعب جدا جدا. إن شاء الله تجربي الطريقة ديت بنفس الخطوات اللي عملناها مع بعض، وتكون بإذن الله النتيجة معاكي مرضية. ولو أول مرة تشوفي قناتي نوريني بالاشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. أشوفكم على خير يا رب إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.